السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وصفات ناجحة. اليوم راح نقدم لكم وصفة خبز الدار بطريقة سهلة إن شاء الله. نبدأ ديريكتوم بلا فيديو. راح نسحقوا كمون أسود، 3 بيضات، 6 ملاعق خميرة، حوالي 2 كيلات سميد، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة ملح، وملعقة صغيرة لافاني، وكاس زيت. نبدأ على بركة الله. نحط السميد تاعنا، نضيفوا له بياض البيضة، ملعقة كبيرة سكر، ونضيفوا له الخميرة تاعنا، ونضيفوا الكمون واللافاني، وفي الأخير كاس زيت، ونخلطوهم مليح. ومن بعد نضيفوا لها الماء الدافي وندلكوها مليح، ولازم نحطوا يدينا في الماء باه ما تلصقناش العجينه، وبعدها نخليوها ترتاح ونغلقوا عليها باه تخمر لنا مليح. وبعدها ندهنوا لي بلاط تاعنا بالزبده باه ما تلصقناش، ونجيبوا العجينه تاعنا ونكوروها ونحلوها، وبعد ما دهناها بصفار البيض من فوق نرشوها بالكمون الاسود. وهاي لك النتيجه النهائيه، وجا ما شاء الله مقرمش من برا وطري من داخل. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه.